السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. وقبل ما نبدأ فزورة النهاردة، خلونا نعلن حل فزورة امبارح. والحل كان صخرة زوما في نيجيريا، بترتفع بشكل مذهل مباشرة غرب العاصمة النيجيرية أبوجا، على طول الطريق الرئيسي من أبوجا إلى كادونا. كان بيتم استخدام صخرة زوما قديما للانسحاب الدفاعي من قبل شعب غباغي ضد غزو القبائل المجاورة أثناء القتال بين القبائل. تم وضع صورة صخرة زوما على العملة أو الورقة النقدية ال100 نيرة النيجيرية. ده كان حلنا، وفي آخر الفيديو هنشوف أسماء اللي حلوا الحل الصحيح وهنقرا تعليقاتهم. ودلوقتي يلا بينا نخش على تفاصيل فزورة النهارده. يلا بينا. النهارده بقى هنرجع لبلد عربي عظيم، بلد الحضارة والتاريخ. لكن المعلم اللي معانا النهارده مش قلعة ولا برج، ده مكان لما تدخله تحس انك رجعت آلاف السنين لورا. المكان ده موجود في مدينة تاريخية جنوب العاصمة، وبيعتبر من أكبر المجمعات الدينية في العالم القديم. المكان ده اتبنى على مدار أكتر من 2000 سنة، يعني كل ملك كان بيضيف فيه جزء. معلمنا ده فيه أعمدة ضخمة جدا، في نقوش فرعونية دقيقة، في تماثيل عملاقة، وفي ممرات طويلة وبحيرة مقدسة. أشهر جزء فيه قاعة ضخمة اسمها قاعة الأعمدة، فيها 134 عمود، ارتفاع بعضهم أكتر من 20 متر. تخيل تمشي بينهم كده وتحس إنك نقطة صغيرة جدا. المكان ده كان مخصص لعبادة إله مهم جدا في الحضارة القديمة. كان معلمنا ده مركز احتفالات دينية ضخمة، منها احتفال اسمه عيد الأوبت، اللي كان بيتم فيه نقل تماثيل الآلهة في موكب احتفالي مهيب. كل جدار في معلمنا بيحكي قصة: حروب، انتصارات، طقوس، ملوك. المعلم ده منحوت بالكامل في الصخور، بيظهر في أفلام عالمية. كان عاصمة مملكة قديمة. المكان ده بيعتبر من عجائب الدنيا الجديدة، وكان مركز تجاري مهم. المعلم ده بدأ تشييده خلال حكم سنسورة الأول من 1971 ل 1926 قبل الميلاد، في عصر الدولة الوسطى. معلمنا بيتكون من 10 صروح بتشكل مع بعضها المعبد كوحدة واحدة، بناها ملوك اتعاقبوا على حكم البلد لمئات السنين. المعلم ده كان مخصص لعبادة الإله آمون رع، احنا بنسهل قوي اهو. وجدران المعلم ده كانت مغطاة بنقوش دقيقة بتسجل انتصارات عسكرية وإنجازات ملوك ومشاهد طقوس دينية. وفي داخله بتوجد مسلات شاهقة. أظن كده عملنا اللي علينا وسهلنا عن حلقة امبارح كتير، وقلنا إن المعلم ده في دولة عربية، والدولة العربية دي في قارة أفريقيا في الجانب العربي. أو نقوله إيه تاني؟ نقوله اسم البلد وخلاص. دلوقتي سؤالنا: اسم المعلم ده إيه وفي أي دولة؟ أتمنى إنكم تكونوا وصلتوا للحل، وأتمنى اللي ما بيجاوبش يجاوب. فكر شوية، شغل دماغك، إن شاء الله تحل بسرعة وتكتب التعليق بسرعة. اكتب إجابتك في التعليقات، ولو عرفت الإجابة من غير بحث يبقى أنت فعلا متابع تاريخ ممتاز. حل الفزورة الحلقة الجاية مع أسماء اللي كتبوا الحل الصحيح. ودلوقتي يلا بينا نشوف تعليقات حضراتكم واللي قالوا الحل الصحيح، وبعدها نشوف لوجو القنوات اللي جاوبوا صح. يلا بينا. يلا بينا. ومعانا اول تعليق كان لقناه رحمه الرحمن، يوتيوبر رحمه الرحمن. قالت اول تعليق واول بصمه، قالت مفيش حد دخل صح، انا الاولى، يسعدني لما بكون الاولى في البيت الكبير. ربنا يعزك يوتيوبر رحمه الرحمن. قالت الحل صخره ضخمه في نيجيريا، زوما، اسمها زوما، زوما روك، بترتفع حوالي 725 متر، وبيعرف عنها شكلها اللي بيشبه وجه انسان. وقالت موفق يا برنس، مع تحياتي لاهل البيت الكبير، وتحيات اهل البيت الكبير ليكي يا يوتيوبر رحمه الرحمن، ربنا يبارك فيك يا رب. عندي قناه النكهه اللبنانيه، يوتيوبر فاديه، قالت مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، مساء السعاده والهنا والرضا لقلبك يا ست الكل. قالت الاجابه معبد ابو سمبل في مصر، وتحديدا المعبد الكبير الخاص بالملك رمسيس الثاني. خيرها في غيرها، وهي كانت صخره زوما في نيجيريا. ربنا يعزك يوتيوبر فاديه. عندي بعد كده قناه سهام من قلب الجزائر، برنسيسة الجزائر، قالت منور برنس بيت العيله الكبير، ربنا يعزك. قالت فزوره صعبه، اكتشف حلها معاكم ان شاء الله. صح فطوركم، تحياتي لك اطيب خلق الله، وتحياتي ليكي يوتيوبر
سهام، وربي يعزك ويبارك فيكي. وانا فخور جدا يعني انك تقولي الفزوره صعبه، كان ممكن تنقليها من اي تعليق، لكن بسم الله ما شاء الله عليكي. هم دول اهل البيت الكبير. ويا ريت اللي ما بيعرفش يجاوب يكتب، يعني زي يوتيوبر سام دخلت قالت انا الفزوره صعبه، بس محسساني ان دخلت سمعت الفزوره وقالت صعبه. يا ريت، يا ريت اللي ما بيحلش او ما بيحاولش حتى يفكر يكتب. مش بفرح على فكره بمسائل الفل ومسائل الورد ومنور يا كذا وبتاع. الواحد يعني دي معلومات، يعني احنا لا عايزين نستفيد لا بكده ولا بكده. ما علينا. عندي بعد كده قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد. قال مساء الخير يا برنس. مساء الفل يوتيوبر احمد. قال هو جبل ايفود في المغرب. تحياتي لك يا برنس. تحياتي ليك يا يوتيوبر احمد، وخيرها في غيرها. هي صخره زوما في نيجيريا. عندي بعد كده قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده. قالت صح فطور كم صخره روما زوما، انا اسف، صخره زوما تقع قرب العاصمه ابوجا، بترتفع حوالي 725 متر فوق مستوى الارض المحيطه بها. بتشتهر بانها تشبه وجه انسان واضح المعالم، عينان، انف، فم. تعد من اشهر المعالم الطبيعيه في نيجيريا، وبيطلق عليها احيانا بوابه ابوجا لانها تقع على الطريق المؤدي الى العاصمه. النطق ابوجا ابوجا، المهم انها عاصمه نيجيريا. عندي قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه. قالت مساء الخير والسعاده لاهل البيت الكبير. الحل هو ابو سمبل، تقصد معبد ابو سمبل في اسوان الذي ابهر العالم. تحياتي لحضرتك اهل البيت الكبير، ورمضان كريم، رمضان كريم علينا كلنا، والله اكرم طبعا. الحل كان صخره زوما في نيجيريا يا ست الكل، خيرها في غيرها. عندي قناه فيف ماروك المغرب، يوتيوبر مصطفى بيقول تعد قلعه الكرك واحده من اكبر واهم قلاع الحملات الصليبيه. ده حل فزوره اول امبارح تقريبا يا درش. سهله اكيد هتحل دي برضه، بس تابع بقى معانا. عندي قناه مطعمي جنه نونو، يوتيوبر مها. قالت تحياتي لك يا برنس البرنسس، تحياتي لاهل البيت الكبير. حل فزوره النهارده هي صخره جبليه ضخمه بتلفت الانظار لانها بتشبه وجه انسان بالانف والعينان والفم، وهي من اشهر المعالم الطبيعيه في نيجيريا، وتقع قرب العاصمه ابوجا، وبيطلق عليها بوابه ابوجا ولانها تقع على الطريق المؤدي للعاصمه. بالتوفيق يا برنس. تحياتي ليكي يوتيوبر مها. وما قلتيش صخره زوما، بس انت قايل المعلومات مظبوطه. واديني في انتظار لو في حد علق تاني. النهارده ان شاء الله الفزوره سهله ومش بعيده، في بلد عربي، يعني في قاره افريقيا، بس في بلد عربي، مش في دوله افريقيه صرف يعني في الجنوب، لا، بلد عربي. اقول لكم اسمها. وزي ما توقعت الساعه 4:10 بس جالي تعليق من قناه اكل شعبي مع ام نور، يوتيوبر ام نور. قالت جبل كليمنجارو في تنزانيا، واضافت معلومات بتقول بعض الصور المنتشره على السوشيال ميديا بتظهر تكوينات سحاب وظلال على سفوح الجبل كانه وجه انسان ضخم، لكن ده مش نحت حقيقي. دي ظاهره بصريه طبيعيه، وهي ان المخ بيشوف ملامح بشريه في الجبال او السحاب والصخور. وكملت طبعا، لكن ان شاء الله خيرها بغيرها. يوتيوبر ام نور، احنا كان عندنا الحل بتاعنا كان صخره زوما في نيجيريا. نتمنى الحلقه دي نشوف اسمك الحلقه الجايه وتخليكي معانا على طول في الحل في اهل البيت الكبير. يلا بينا نشوف لوجو القناه بتاعتكم. يلا بينا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فوازير عم محروس حول العالم. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى عدد الاجابات يزيد. وبقول لمتابعيني اللي بيخشوا يا دوبك يعملوا اللايك او يقولوا كلمتين وممكن بينسوا اللايك، حاولوا تفكروا وشغلوا دماغكم، استعينوا باولادكم، استعينوا بالشباب، من هم يراجعوا المعلومات وانتوا كمان تعرفوا. اتمنى ده. اشوفكم بكره بمشيئه الرحمن ومع حلقه جديده من فوازير عم محروس حول العالم. سلام.